من هنا من مقاطعة أونتاريو في كندا. في الوقت ده من كل سنة بيهاجر مئات الآلاف من سمك السلمون من المحيطات والبحيرات العظمى والدخول في الأنهار علشان التزاوج. هنتكلم النهاردة عن ظاهرة طبيعية تجسد قدرة الخالق في خلقه. بعد ما بيفقس البيض بيتجه صغير السلمون للمحيطات لبدء دورة حياته. لما بيوصل عمر سمكة السلمون عمر النضج بيبدأ يقطع رحلة من آلاف الأميال والرجوع لنفس المكان اللي اتولد فيه. وسبحان الله يا جماعة، سمك السلمون عنده زي بوصلة طبيعية بترجعه لنفس المكان اللي اتولد فيه من غير GPS ولا تكنولوجيا. وتبدأ رحلة دخول الأنهار ومواجهة المصاعب والعقبات علشان يوصل لنفس المكان اللي اتولد فيه من سنين. سمك السلمون لما بيرمي البيض بتكون دي نهاية دورة حياته وبيموت. وسبحان الله يا جماعة، كمان أول ما سمك السلمون بيخش النهر بيتغير لونه للون البني الفاتح وبيبدأ يصوم عن الأكل وما عادش بياكل. وده بيصعبها كتير على الصيادين. القانون الكندي في صيد السمك بيمنع صيد السلمون في الوقت ده بأي نوع غير الصنارة، يعني ما ينفعش تستخدم الشبكة أو إيدك أو الحربة أو أي طريقة ما، وده بيصعب السهل على الصيادين. بيكون قدامه في البول ما لا يقل عن 60 سمكة، ولكن بيفرح قوي لما بيجيب سمكة واحدة بس، وده علشان السمكة لازم تاكل الطعم ببقها. طب ازاي أصلا تاكل وهي صايمة من ساعة ما دخلت النهر؟ انا هقولك ليه. الطعم في الحقيقه بيكون عباره عن بيض سمك السلمون برضه او الكافيار، فسمكه السلمون لما بتشوف الطعم قدامها بتحاول تدمره ببقها من منطلق بقاء جنسه وسلالته فقط، حاجه كده زي قانون الغابه. والظاهره دي موجوده في حيوانات كتير زي الدببه. وبعد رحله مصحوبه بالمصاعب والمخاطر يوصل لمنطقه الامان، منطقه ممنوع الصيد، وهنا بيلتقي الانثى والذكر سويا وتبدأ المهمة المستحيلة للسلمون، النط من فوق الشلالات للوصول لمنطقة آمنة لرمي البيض، وتبدأ حياة جديدة حيث انتهت، وتستمر دورة حياة السلمون بأمر الله.